سلام، واش راكم صعبة؟ دائما مكملين مع سلسلة وصفات حلويات العيد. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم هذه الوصفة تاع كاطو بالقطايف بواحد الحشو بزاف بزاف هايل يجي مقرمش ومعسل. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساونيش حبيباتي بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو الوصفة على بركة الله. بسم الله. راح نحتاجو 250 غرام تاع زبدة اللي تكون بحرارة الغرفة، رشة تاع ملح، ونص كاس تاع زيت. عندي هنايا كاس الا ربع سكر ناعم، وصفر بيضتين. فوالا. وراح نزيد شويه تاع لافاني ونخلط كلشي بالباتور حتى يتجانسوا كامل هادوك لي زانغريديون. كما راكم تشوفوا راح نتحصلوا على خليط يكون كريمي. راح نزيد له زوج معارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي، مع نص كاس تاع نشا، ونص كاس تاع بيمو اللي يكون ترحيته. خيروا نوعيه شابه باش يجيكم بنين. ونخلطوهم، وراح نزيد عليهم كاس تاع فرينة لازم تكون منخولة، مع رشة خميرة كيميائية. وكدفعة أولى راح نخلط بالباتر، وراح نبقى نضيف في الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على بات تكون طرية، يعني ما تعجنوش، تجمعوا غير بالأصابع فقط. وديروها تدريجيا باش ما تغلبكمش الفرينة ويجيكم الجاتو تاعكم قاصح، حتى نتحصلوا على بات تكون طريه كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام تاعها. راح نبسطها فوق زوج تاع اكياس كيما هكا باه تتفادوا تضيفوا الفرينه. ونحلها بالحلال بسمك يكون شويه رقيق كما راكم تشوفوا. وراح نطبع بهذا الطابع الدائري، وانتم اي طابع تفضلوه ديروه. وراح نرفد الساشي كيما هكا ونحيها، راح تتنحى معكم فاسيلمون وتجيكم الخدمه تاعكم نقيه. وندخلها للفرن على درجة حرارة اللي تكون متوسطة حتى يطيبوا. جي نحضر هنايا الحشو. عندي نص كيلة تاع بيمو مرحي، نص كيلة تاع قطايف محمصين، ونص كيلة خليط بين اللوز والكاوكاو، ونخلطهم كامل مع بعض. وراح نجمعهم بالكونفيتور تاع المشمش. سينو تقدروا تجمعوهم بالكراميل ولا بالشوكولا تارتيني، يعني كيما تحبوا، حتى نتحصلوا على بات تكون طريه كيما هكا. راح نحطها فوق ساشي، ونزيد عليها ساشي من الفوقه ونحلها بالحلال كما راكم تشوفوا. يعني كي ديروا الساشي راح تعاونكم بزاف، وهذاك الحشو ما يقعدش يلصق معاكم. وراح نستعمل نفس الطابع اللي استعملته في الكاطو. فوالا. صدقوني هذا الحشو يجي بزاف مقرمش ويجي بزاف معسل. هذا الكاطو تاعي بعد ما طيبته راح ندير حبه فوق حبه. وهذا الحشو يعني سيو ترفدوه بالموس كما راكم تشوفوا يجي بزاف طري. يعني حاولوا تسايسوه ونحطوه فوق الحبة تاع الكاطو بهذا الشكل. وراح نغلق بالحبة الثانية تاع الكاطو. ونكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. هنايا عندي قطايف كنت حمصتهم ونرحيهم، يعني بلا ما ديرهم في الاشوار غير بيديكم وفتوهم. وراح نستعمل كونفيتور. راح نطلي الحبة تاع الكاطو كامل بهذا الشكل. قلت لكم سينو تقدروا تستخدموا توفيا كراميل، ونرمدها في هذوك القطايف. فوالا حتى نغطيها كامل. هنايا كنت ذوب شوكولا اولي ما ضفت لها والو فوق باماغي. وعندي هذا البابي ترانسفير تاع العيد، يعني كاين كامل ليتام وانتم اختاروا. راح ندير الشوكولا في الوسط كما قلت لكم، الشوكولا تكون بدون اضافات، ونحاولوا نحركوها كما هكا راح تتمشى معاكم. وندخلها للكونجيلاتور عندها ما دقيقه وتكون واجده معاكم. هنايا بعد ما خرجتها كما راكم تشوفوا، يعني هذاك الكتبه راح تخرج لكم في الشوكولا. راح ندير شويه تاع الشوكولا من الفوق ونلصق هذاك المواتيف تاع الشوكولا هكا باش يلصق معاكم بهذا الشكل. والشوكولا لازم تكون شويه بارده، يعني ما ديروهاش سخونه باسكو راح تذوب لكم هذا التام. فوالا.
وهذا هو الشكل النهائي تاع الجاتو اللي حضرته لنهار اليوم، جاتو بالقطايف تام تاع العيد. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، صدقوني يجي بزاف هايل ويجي يذوب في الفم، وهذاك الحشو يعني عنده مذاق ولا اروع. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. اذا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش بالاشتراك واللايك. في امان الله، سلام.